النهاردة هناخد حاجة جديدة بارت 8 infectious disease الأمراض المعدية. مين فينا معاصرش كورونا؟ كورونا أول ما بدأت كانوا مش عارفين بتنتقل ازاي، هل هي عن طريق الهواء، هل عن طريق الرذاذ بيسموه دروبلت، أو حد مسك أكل أو شرب أكل مش نضيف أو حاجة ملوثة، أو تعامل مع حاجات مش نضيفة. الحاجات دي كلها تكون سبب العدوى. زي ما قلنا فيروس بي، فيروس A. فيروس A ده بيكون سببه الأكل الملوث، فيروس بي كذلك، فيروس A و B بيكون فيهم أكل ملوث. فالفيروسات قد تنتقل عن طريق الأكل، وزي ما قلنا برضه جرثومة المعدة من ضمن أسبابها الأكل اللي مش نضيف، وبالهيرزيزيس حاجات برضه المياه مش نضيفة عن طريق التلامس مع القوقع، وكذا حاجة من الأمراض المعدية. فهنا بيقول في كتاب إن infectious disease بيقولك ممكن تأفكت all organ or different body system، يعني ممكن تأثر على كل الأعضاء أو أجهزة معينة أو مختلفة. Infectious diseases differ from other diseases that can be caused by microscopic living microorganisms. يعني إيه؟ يعني ممكن تكون الإصابة عن طريق كائنات دقيقة العدوى بها زي البكتيريا أو الفيروسات أو الفنجاي أو البرازيت اللي هي الطفيليات. العدوى ممكن تنتقل من إنسان لإنسان عن طريق عدة طرق، منها نذكر على طريق على سبيل المثال الكونتاكت. الكونتاكت معناه التلامس، فممكن حد يسلم على حد، أو تكون جلد متعور أو أي حاجة محروقة أو كده يكون سبب للعدوى. مثلا لما يقولك skin and mucous membrane contact ممكن ينقل الاسكيبس اللي هو الجرب بتاعنا. طيب يقولك contact with soil، ده الجروح أو الابريشنز الحاترية المكحوتة أو حاجة، ممكن تنقل برضه التيتانوس. التيتانوس مرض خطير أو ميكروب مش سهل، اللي هو بناخد له التطعيم بتاعه المصل بتاع التيتانوس. في ممكن تتعرض لإكسبوجر لكونتامينيتد ووتر وتعمل زي الشيستوسوما أو البلهارسيا، تعمل سكين بنتريشن تخترق الجلد الطفل فيسبب حاجة اسمها شيستوميزيس اللي هو البلهارسيا. أو إن المشكلة تكون بتاعتنا في الإيربورن، الدروبلت أو الدست، التراب نفسه ممكن يكون حامل الميكروب أو الرذاذ، فزي فيروسات اسمها الميزلز الحصبة والروبيلا اللي هي الحصبة الألماني، والمنجيتس اللي هو الالتهاب السحائي زي ما بيقولوا إن هو منتشر شوية في الأطفال الأيام دي. وبرضه بنطعم منه في العادي أو بناخد جرعات وقائية. الطريقة التالتة فيكال أورال رود contaminated food أو الووتر، لو الأكل بتاعنا ملوث ماء شرب بماء المية أو الأكل ملبسين بحاجة مش نظيفة جاي مع الفيسز للبراز، فنفس الكلام بتعمل زي التيفويد فيفر زي ما نشرح كمان شوية، حمى التيفود أو الهباتيتس A اللي شرحناه زمان. طيب قد ينتقل الميكروب أو الحاجة اللي مش كويسة دي عن طريق البلاسينتا اللي هي المشيمة من الأم، أو من اللي هي بتكون ماشية في دم الأم وتنزل للطفل، زي حاجة اسمها الروبيلا أو الحصبة الألماني والتوكسوبلازموزيس. وعلى فكرة التوكسوبلازموزيس ده برضه بينتقل عن طريق، ده طفيل بينتقل عن طريق القطط، فنخلي بالنا من التعامل مع القطط، لازم يكون بحذر وتكون مطعمة قدر الإمكان، يفضل الابتعاد عنها. طيب في برضه من ضمن العدوى زي ما احنا حكينا عن الفيروس سي، قال لك الميديكال انترفنشن بإيه؟ السرنجات بتاعتنا ممكن تنقل فيروس بي أو سي، حاجة ملوثة فتتنقل من شخص لشخص وهكذا تنقل له فيروس بي أو سي. طيب الأنيمال ممكن عن طريق احنا بناخد في الغالب من الحيوانات البيض واللبن، فقد تنقل البروسيلوزس في الإجز أو الملك، والتبركلوزس اللي هو التي بي أو السل أو الضرن زي ما شرحناها قبل كده في الأمراض التنفسية. طيب إيه هي ال prevention of infectious disease؟ بيقول لك دايما الوقاية خير من العلاج. فالبيرسونال هيجين هي رقم واحد، النظافة الشخصية، ثم ensuring the food والدرينك are free from contamination، قدر الإمكان نغسل الأكل أو نعتني بنظافته قبل ما نستخدمه أو ناكله. vaccination against infectious disease، في بعض الأحيان لا ننتظر المرض إن هو يوصل، ولكن بنسبقه إن إحنا نعمل إيه؟ ناخد التطعيم والمصل. نبدأ بأول حاجة وهي الأشهر والمثال اللي كان صعب شوية أو أعراضه صعبة، ومش عارف حد فيكم شاف حد جاله حمى التيفود أو السالمونيلا ولا لأ. بتكون أعراضها شديدة شويتين،
ولكن الحمد لله لها علاج، تاخد مضاد حيوي، والبروتوكول بتاعه مشهور ومميز ومهم في الامتحان زي ما نقول كمان شوية. بيسموها تايفويد فيفر، وده الاسم العلمي بتاعها. الميكروب بتاعها اللي بيسبب لها المرض ده بيسموه السالمونيلا طيفي، ده اسم البكتيريا بتاعته، أو السالمونيلا باراتيفي. دول نوعين من البكتيريا اللي بتسبب التايفويد فيفر أو الحمى التيفود. من اسمها فيفر معناها إن فيها ارتفاع في درجة الحرارة. فالهيومن بيقول لك get typhoid fever by consuming food or drink contaminated with feces of a carrier of the causative bacteria or a patient infected with typhoid. يعني إن الشخص بيحصل له إصابة أو عدوى من الأكل أو الشرب من فضلات أو الفيسز بتاعة شخص حامل البكتيريا، أو كارير، وده حاجة مميزة إن هو الشخص يكون حامل للمرض. فالشخص اللي متعالجش كويس بيكون حامل المرض وبيعدي كل حد يتعامل معاه غالبا. For infection to occur ingestion approximately 10^6 ل10^8 بكتيريا is necessary. ده الكمية اللي هي ممكن تسبب مشاكل أو تسبب infection، عدوى في الإنسان. فإزاي بيحصل أصلا العدوى؟ ولكن السالمونيلا بتخترق جدار المعدة، وبعد كده تنطلق إلى الليمفاتيك فوليكل، يسموها الباير بيتش. بعد كده هي بتبدأ تتكاثر وتدخل الدم، ثم تدخل إلى الليفر، ثم السبلين، ثم البون مارو اللي هو نخاع العظم، ثم الجول بلادر. في الآخر تستقر في الجول بلادر اللي هي المرارة بتاعتنا where it leads to chronic carriage، لو خلاص الشخص أنا بقى حامل المرض وهو بيسبب العدوى وبيعدي كل اللي حواليه. فترة الحضانة فترة طويلة نسبيا، مهمة الرقم بتاعنا. ممكن يجي سؤال ولكن incubation period of the disease of سنة of typhoid fever 50 days. نقول له غلط، هو 14 يوم. 14 days 14 يوم فقط، ده مكتوب قدامنا. فالرقم ده مهم ومن الأسئلة المهمة اللي تيجي في الامتحان. طيب ايه السيمتومز بتاعتنا بتختلف حسب مرحلة المرض. نقول تاني، السيمتومز الأعراض تختلف حسب مرحلة المرض. تقسم إلى 3 مراحل. الأسبوع الأول gradual raise in temperature، احنا قلنا إن هي اسمها فيفر، فيحصل في إيه؟ ارتفاع في درجة الحرارة، وليس ذلك فقط، إنما تشيلز رعشة وهيدك وفيرتيجو وبين في الليمس، ثم constipation أو diarrhea الاتنين مع بعض أو يتبادلوا مع بعض، شوية إمساك وشوية إسهال. ثم البلس بتاعنا is slow relative to the fever. من الطبيعي إن الفيفر بتزيد فيها البلس، ولكن هنا relative bradycardia، النبض بتاعنا بطيء، ودي حاجة مميزة ليه. بعد انتهاء الأسبوع الأول لا يحدث إنه يتوقف، ولكن rose spots appear on the upper abdomen and back، ممكن نشوفها على النت. ذات فين أبود مريشر اللي هي بتختفي أما نضغط عليها. يبقى روز سبوتس موجودة في منطقة البطن العليا وبتختفي من ضغط عالي. مش كده وبس، بيحصل enlarged spleen، الطحال حجمه بيزيد، وابدومينال ديستنيشن. في نهاية الأسبوع الثاني الكومبليكيشنز الآتية ممكن تحصل. loss of concentration، الشخص مش قادر يركز. بيريتونايتس، يحصل التهاب في البيريتونايت بتاع الغشاء البريتوني بتاعنا، ويحصل اوستيومايلايتس ليه في العظام، لأن قلنا من شوية إن هي بتهاجم البون مارو. يبقى كده كام مرحلة؟ المرحلة الأولى في الأسبوع الأول، ثم نهاية الأسبوع الأول، ثم نهاية الأسبوع الثاني. دي كلها مراحل وكل واحدة مميزة في العدوى بتاعتها. ممكن يجي سؤال يقولك في الأسبوع الأول بيحصل روز سبوتس أبير، فنقول له غلط. في الأسبوع التاني يحصل loss of concentration، أقول له تمام. يوروتونايتس أقول له تمام. أوستيومايلايتس أقول له تمام. يجيله في الأسبوع التاني يقول لي gradual raise of temperature، أقول له لأ، ده كان إمتى؟ في أول أسبوع من لمدة من 4 ل5 أيام الحرارة بتاعتنا بتكون عالية، وهكذا. طيب التشخيص بتاعنا بيكون أول حاجة ما نشك في أي حاجة في السخونية بنعمل CBC Complete Blood Count Presence Decreased White Blood Cells أو ليكوبينيا، نقص حاد أو نقص كبير في كرات الدم البيضاء. مش كده وبس، بناخد الدم ونعمل منه مزرعة لمدة أسبوع. مش كده وبس، في مرحلة الستول لأنها بتنزل في الستول
في الجزء الأسبوع التاني بنعمل لها اختبار، مش كده وبس، ولكن اختبار مميز اسمه الفيدال تيست. مش ودال، اسمه فيدال. فيدال لأن الاسم العالم ألماني، والدبليو في الألمانية بتنطق في. فيدال تيست is to confirm the presence of antibodies against السالمونيلا بكتيريا. دي اللي بنبصم بالعشرة إن الشخص عنده إيه؟ سالمونيلا. In the third week with a steady raise but it's unreliable test، ولكن إن وجوده إنه نقول الشخص ده إيه عنده سالمونيلا تايفي، ولكن رخامته إن هو مش بيظهر غير في الأسبوع الثالث. أصلا السالمونيلا كان لها قصة شهيرة كده في سبعينات وثمانينات من القرن الماضي ده، أول ما بدأ إن علم البكتيريا يظهر أو الميكروبيولوجي. كان في واحدة اسمها ماري، كانت شغالة طباخة وخادمة في منزل في إنجلترا. فكانت كل ما تروح تخدم حد، كانت هي عياد بالسالمونيلا، كل ما تخدم حد تروح لهم العيلة كلها تعيا وتموت، حتى شكوا إن هي عندها إيه لعنة. فكل ما تعمل لحد في الآخر ما عزلوها وحطوها في جزاء لوحدها لحد ما ماتت. لكن بعد فترة عرفوا السبب، إن هي بعد ما اتعالجتش كويس من السالمونيلا أصبحت كارير أو حاملة للمرض. فكل ما تعمل أكل أو تطبخ حد تعديه، فأصبحت هي السورس أو المصدر العدوى اللي هو الكونتاكت معاه. عشان كده في الآخر عزلوها لأنها تعتبر وباء. التريتمنت بتاعنا بتاع السالمونيلا أو الحمى التيفويد سيبروفلوكساسين 500 مللي جرام كل 12 ساعة لمدة 14 يوم. ودي من الحاجات المميزة إن هي بتقعد أسبوعين تاخد لها علاج. يبقى ناخد سيبروفلوكساسين 500 مللي جرام تابلت باي أورال كل 12 ساعة، يعني كل يوم 1 جرام ومدة 14 يوم، يعني إجمالي تقريبا 14 جرام. أو نستخدم حاجة اسمها السيفوتاكسيم 1 جرام كل 12 ساعة لمدة 14 يوم. يبقى لازم نخلي بالنا من المدة ل 14 يوم، دي مدة مهمة جدا وبتيجي كتير في الامتحان. الكارير زي ما قلنا من شوية، لا لازم يتعالج هو كمان عشان قدر الإمكان ما يعديش. بيتعالج ازاي؟ بيتعالج أكتر من اللي فاتوا كانوا بيتعالجوا 14 يوم، يعني ما يقارب أسبوعين بالظبط علاج وبيبقى كويس. لما الشخص اللي هو الكارير عشان الموضوع عنده مزمن شوية فلازم ياخد علاج أكتر، فبياخد سيبروفلوكساسين مدة من كل 12 ساعة لمدة 4 أسابيع، يعني 28 يوم، يعني تقريبا شهر. if there is no response colostomy is considered. لو ما فيش أي تحسن والميكروب معشش ومش راضي يمشي، نعمل إيه؟ نعمل استئصال للمرارة، نخلص منها خالص باللي فيها عشان كلها إيه؟ ميكروبات. طب ازاي نعمل بريفنشن للتايفويد فيفر؟ بنعمل فاكسينيشن with protective vaccine، ونستخدم مياه نظيفة use pure water، نشور الهيلث وهيلث فود هاندلر in commercial establishment or food. نتأكد من صحة الناس اللي بيعملوا الأكل أو بيتعاملوا معاه في المجتمع بتاعنا وفي الأوتيلات، عشان ما يعدوناش أو يكونوا مصدر للعدوى. نتوقف عند الميسلز وهي الحصبة.